هنعمل النهارده عرق الفليتو بطريقه بسيطه وسهله مع صوص خطير هيودي طعم العرق في حته تانية. ده عرق فليتو وزنه كيلو. عرق الفليتو بيبقى من كيلو لكيلو ونص، 2 كيلو بالكتير قوي. حته لحمه ناعمه طريه سريعه في التسويه، ما بتاخدش وقت معايا، طعمها حلو. هنتبلها بملح وفلفل بس وبهارات لحمه. عكس عرق التريبيانكو بيبقى لحمته ناشفة وخشنة، بيحتاج وقت كتير في التسوية. تبلناها بالشكل ده من كل الجوانب. بعد ما تبلت اللحمة بالشكل ده، وكل ما كانت حتة اللحمة حلوة وطرية بيكون تتبيلها بسيط زي ما عملنا كده، يا دوبك ملح وفلفل وبهارات لحم. هعمل لها صدمة على النار، هقفل بيها مسامها عشان تحتفظ بطراوتها جواها. هحط معلقة زبدة كبيرة، معلقتين زيت عشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش. ساحت معايا الزبدة بالشكل ده، هبدأ انزله كده، هقلبه على كل الجوانب. شايفين اللون الحلو بعد ما قفلت المسام كده من كل الجوانب وما معايا بالشكل الجميل ده. هجيب بصلة متقطعة جوانح وعود من الكرات، جزرايه، اقلبهم. فصين توم شرايح، روزماري، فلفل حب، اقلبهم. هنزل عليه بميه سخنه بتغلي عشان اكمل تسويه العرق واعمل صوص حلو. هضيف مكعب مرقه، فص حبهان، ورقه لورا، هضيف رشه سكر. استوى معايا العرق بالشكل ده 3/4 سوا. طفيت عليه النار، سبته يبرد، مسكته قطعته مكعبات وسط كده وخدت الشوربه بتاعته. دلوقتي هنعمل له الصوص بتاعه اللي هنحطه فيه، كمل فيه تسويته. ضفت مكعب زبده كبير، عليه معلقتين زيت صغيرين، هسيحهم. هنزل على الزبده كده بمعلقتين دقيق كبار، هشوحهم كويس من غير ما ياخدوا لون معايا. هنزل عليهم بالصوص اللي كان تحت العرق بالشكل ده، هصفيه كله وهاخد الطعم كله بتاع العرق وبتاع الخضار اللي اتحط فيه وادوبهم. دوبت الدقيق كده في الصوص بتاع العرق، هيبدأ يغلي معايا. غلي معايا الصوص بالشكل ده، هنزل فيه العرق هغطيه واسيبه يكمل تسويته. كمل العرق تسويته بالشكل ده. هجيب كوبايه كريمه لباني او كوبايه لبن لو ما عندكيش كريمه لباني، عليها معلقه زبده حلوه كده، وهنزل بيها على الصوص وهقلب ياخد غلوتين مع بعض ويتقل، واطفي عليه النار. تقل معايا الصوص بالشكل ده، هتبله ملح وفلفل وبهارات لحم، هطفي عليه النار. وبكده العرق بتاعنا بقى جاهز، طعمه جميل جدا والصوص بتاعه اجمل. وبألف هنا وشفا، يا ريت تجربوه.